بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واش راكم البنات؟ واش حوالكم؟ واش ديروا في هذا الأجواء تاع الربيع؟ الجو جميل روعة. اليوم ندير معاكم البنات مملحات أو سوفلي بالدجاج ولا صوص. تجي بنينة البنات، تجي روعة، سيرتو لاباط تاعها العجينة تجي ما شاء الله. شوفوا البنات كيفاش تجي طريه، تجي روعه. نتمنى تنال اعجابكم ويلقاكم الفيديو تاعي في احسن الاحوال. بسم الله، نبدو على بركه الله. عندنا كاس حليب يكون دافي، ما يكونش سخون بزاف، يكون دافي. هذا الكاس، هذا الكميه هذه دير لي ما شاء الله. تحبي تكبري السفلي تاعك، تحبي تصغريه. هنا عندي ملعقه ونص تاع خميره الخبز مع الحليب. حركوا مليح البنات باش نحس بالخميره تاعتي تفاعلت مع الحليب. ندير الكاس الاول تاع الفرينه، نخلطو مليح ونخليها ترتاح مده 3 دقائق 4 دقائق ونرجع لها. هذا هو الخليط نتحصلوا عليه البنات. قلت لكم نزيدوا هنا نص كاس تاع زيت. الكاس اللي كيلتي فيه الفرينه والحليب زيدي كيقلي به نفس الكميه، نفس المقادير. نخلط الزيت مع الفرينه ونخليها ترتاح قلت لكم مده 3 دقائق حتى ل5 دقائق، ونرجع كي تشوف الخمير تاعنا انتفخ نرجع نزيدو نكملوا العمليه كما راهي. هنا نغطيها ونخليها ترتاح. هنا البنات ارتاحت، دوك نكمل لها الكاس الثاني. انا ادت لي هذا الكميه هذه، ادت لي 3 كيسان تاع فرينه. نزيد ندير هنا الملح، ملحوا العجين تاعكم باش يجيكم بنين. وندير ثاني نص ملعقه تاع سكر باش تحمرنا السفلي تاعنا وتجي بنينه مقرمشه. نخلطوا كامل الفرينه. دوك نكمل نخدم بيدي، نكمل الكاس الثاني ونزيد الثالث. درت لي 3 كيسان بقى لي منها ملعقه. هنا قلت لكم ديروا السكر باش تعطيكم تعود حلوه لاباط تاعكم تجي بنينه. هذا الكاس الثالث. نكمل العجين تاعي نلمو كامل حتى نتحصل العجين اللي بغيت. تجي العجينه البنات تجي روعه، تجي روعه على الكيف. مليحه حتى البيتزا، المملحات كيما السوفلي تجي روعه. نديروها رمضان، تجي في رمضان ما شاء الله البنات. تحشيها باي حاجه. هاوش بقى لي من الكاس الثالث. نلم العجين تاعي نخليه يرتاح ما بين ما ندير لاصوص تاعي ولا صوص وندير الحشوه. نخليها ترتاح ونرجع ليها. هنا نغطيها ونخليها ترتاح. هنا البنات عندي 2 حبات تاع طماطيش ربيتهم، نديرهم في المقله، نقليهم وندير لهم سنه تاع ثوم، نقليها مليح الطماطيش تاعي حتى نشوف الماء تاعها راح، باش بعد ما تفلقناش الحبه. هنا ندير قلت لكم سنه تاع ثوم، نديرها نرحيها معاهم حتى هي تجي روعه البنات. هنا عندي لي زيبيس كاملين، عندي الاحمر، فلفل احمر، فلفل حار، راس الحانوت، قزبر، ملح. نخلطهم على الصوص تاعنا مليح. اذا كانت الطماطم تاعك جاتك حامضه ديري لها السكر. هنا عندي البنات الكبده وعندي صدر تاع الدجاج، درتهم مع بعضهم ودرت لي زيبيس نفس لي زيبيس اللي درت في لاصوص. ما تكثرش لان باش ما تجيكش مره بزاف. وملحتها ونقليهم مليح حتى نشوفهم نشفوا، تقلاو نشفوا ونخليهم يبردوا. هاي لاصوص تاعي شوف كيف جات ما شاء الله. خليها حتى تنشف من الماء ونخليها يبردوا تماما ونروحوا للعجين. هنا العجين تاعي هو كيرتاح. هنا دوك نجبدوا العجين تاعنا نحطوا على طاوله العمل ونقصوهم على حسب السفليات كما تبغيهم. تحبيهم كبار تحبيهم صغار كما تحتاجي نتيا، كما تحبي السفليات تاعك يكونوا. هنا دوك ندير الفرينه على طاوله العمل ونقصهم ونشكلهم كويرات صغار. الكميه هذه جات ما شاء الله. انا كبرتهم ما درتهمش صغار. عندي هذيك الطابع تاعهم بصح بغيت ندير بيدي، نديرها انا نشكلها على شكل
نديرهم كبار هذوك يجوني شوي صغار. هكذا البنات نكبروهم ونخليهم يرتاحوا ونعاودو نضربوهم بالقنوط باش يمشي لنا العجين. هنا مرتاحو. دوك نحلوها بالقنوط، نديرو الفرينه ونحلو الحبه تاعنا. تعود العجين تاعك مليح تمشي ساهله، تسهل لك ثم تمشي لك العجين تاعك. انا نحلها بالقنوط ما همكش في الشكل. من بعد حنا نقصوا هذاك الزوائد. حليها مليح رقيها لان فيها العجين. بعد تعاود تنفخ لنا هكذا. ما كي تقصيها كي تحبي كيما تحبي نتيا الحبه تاعك تخرج. هكذا نحلها بالقنوط مليح حتى يكونوا ما يكونوا رقاق بزاف، ما يكونوا خشاج، باش من بعد تجيك الحبه ما تجيكش منفخه بزاف من الداخل معجنه، تكون غير الحشوه. هنا البنات دوك نديرو لاصوص تاعنا. لاصوص تاعنا نفرشوها هي الاولى. شوفوا لاصوص تاعي كيف جات ما شاء الله، جات روعه. فرشيها هي الاولى فوق العجين. نزيد هنا عندي الدجاج اللي قليته معكم مع الكبده، نزيدو نحطوه هنا مع بعضه. كل واحد الحشوه كيما تبغي ديري الحشوه. تحبي ديري ما ديريش الدجاج، ديري غير الفرماج ولا صوص. هنا زدت الفرماج والزيتون ونقفلوا الحبه تاعتنا هكذا. نقفلوها، طبعوها هكا ونقفلوها. تاكدوا بلي ما يخرجناش الحشو. عبزي عليها مليحه باش ما تخرجلكش من بعد ما تنفخش وتخرجلك الحشوه تاعك. عندنا الكاس البول هذا حطي هكذا وطراسي به وقطعي الحبه تاعك، تخرج لك الحبه تاعك كيما تبغيها، تجيك نفس الحبه. ها نحو الزوايد هذوك وزيدو نخلوهم يرتاحوا وزيدو نشكلوها حتى هي من بعد وحده هكذا. دوك نمعصوها بالفرشيطه. الفرشيطه ديريها في الفرينه وعبزي عليها مليح هكذا حتى تحصلي بها تقفلت خلاص. هاي كي الشكل تاع الحبه تاعنا كيف تجي ما شاء الله البنات، تجي روعه. نزيد ندير معكم الثانيه هذه. شوفوا البنات تجي ما شاء الله. نكملوا هكا معكم ونزيدوا نديروا هذه الثانيه. وباللي بالماء كانت تخفتيها تحلك زيدي ديري على الحواشي تاعها الماء وطبقيها وقطعيها وتجيك حبه تاعك تختها. واللي عنده هذيك طابع لي طبع السفلي ديري. انا عندي وانا حبه تاعي تجيني صغيره، ما حبيتهاش تكون صغيره بزاف، بغيتها تكون حبه كبيره هكذا. ونكملهم كامل. شوفوا على بالكم الصحن يطبعها لك ويجيب لك الحبه قد بعضها هكذا. نحطهم في البلا. ندهن البلا تاعي نرشو بالفرينه. ما ديرش الزيت البنات، الزيت يدير لك ينشف لك من تحت الحبه تاعك السفلي. رشي البلا تاعك بالفرينه وحطي الحبات تاعك. هنا عندي صفار البيض درت فيه رشه تاع فلفل احمر باش يعطيك اللون. ما درت له حتى اضافات، غير رشه تاع فلفل احمر. ودرت الصفار ودهنت به البيض، دهنت به السفلي. شوفوا السفليه تاعي جاو ما شاء الله. هنا دخلت من الفرن. هما كاين البنات في الفرن. شوفوا كيفاش جاو كي تنفخوا ما شاء الله. هما كي دخلت من الفرن تاعنا نكملهم يحمروا ونطلعهم من فوق وزيدوا يحمروا مليح. شوفوا البنات كيفاش جاو حمر، جاو ما شاء الله. وديريهم من فوق تزينيهم بالزرارع. تحبي ما ديري لهمش السينوج والكمون، تحبي تخليهم هكذاك سامبل. جاو ما شاء الله. والبنات طابوا جاو روعه. ها هي كي شوفوا دوك نحل معكم حبه وتشوفوها كيف طابت من التحت كي من الفوق. انا عجبتني لاباط تاعها، جات ما شاء الله، جات مقرمشه وخفيفه. والحشو يرجع لك كيما تحبي تحشيها حشيها. جات روعه البنات، جات لي بات، جات ما شاء الله. تصلح ديريها بها البيتزا، ديري بها سوفلي، ديري بها المملحات. جات روعه البنات. نتمنى تعجبكم وديروها رمضان جاي تاكلوا بها الشوربه وخفيفه، ما تقوليش تضرني ولا حاجه. روعه روعه، خير من البوراك. البوراك يشرب بزاف الزيت، هذه تجي ما شاء الله. نتمنى البنات يعجبكم لا فيديو تاعي، وشكرا على المشاركه والتعليقات الزوينين، ونتمنى لكم النجاح في حياتكم. وهذا هو الفيديو تاعي هنا ينتهي، ويلقاكم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة في فيديو جاي إن شاء الله.